السلام عليكم. فيديو النهارده هنتكلم عن القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2026، فما تنساش اللايك والاشتراك وقول لنا ايه اكتر مسلسل مستنيه ويلا نبدأ. هما 39 مسلسل، بس اول حاجة هنتكلم عنها قبل ما نخش في المسلسلات هو برنامج رامز جلال. طبعا زي ما متعودين كل سنة النجم رامز جلال بينزل لنا برنامج مقالب في رمضان فكرته جديدة، واسم برنامج السنة دي رامز ليفل الوحش، ومحدش يعرف تفاصيل عنه. انا وقت تسجيل الفيديو ده البرومو لسه منزلش. ونخش بقى على اول مسلسل معانا وهو مسلسل افراج من بطولة النجم عمرو سعد، والمسلسل الثاني مسلسل الكينج من بطولة النجم محمد إمام، والمسلسل الثالث مسلسل المداح من بطولة النجم حمادة هلال وده الجزء السادس ليه، والمسلسل الرابع مسلسل عين سحرية من بطولة عصام عمر وباسم سمرة، والمسلسل الخامس معانا مسلسل علي كلاي من بطولة النجم أحمد العوضي ومعاه تشكيلة من النجوم زي درة ومحمد ثروت وعصام السقا، والمسلسل السادس معانا مسلسل فن الحرب من بطولة النجم يوسف الشريف ودي العودة ليه بعد غياب 6 سنين من بعد مسلسل النهاية، والمسلسل السابع مسلسل رأس الأفعى من بطولة النجم أمير كرارة وشريف منير، ومسلسل رقم 8 مسلسل درش من بطولة النجم مصطفى شعبان، والمسلسل التاسع مسلسل أولاد الراعي من بطولة النجم ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، والمسلسل العاشر معانا مسلسل وننسى اللي كان من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، ومسلسل رقم 11 معانا مسلسل الست موناليزا من بطولة مي عمر، ومسلسل ال 12 معانا مسلسل صحاب الأرض من بطولة منة شلبي وإياد نصار، والمسلسل رقم 13 مسلسل هي كيمياء من بطولة مصطفى غريب ودياب، ومسلسل رقم 14 مسلسل فرصة أخيرة من بطولة محمود حميدة وطارق لطفي، والمسلسل رقم 15 المكون من 15 حلقة مسلسل النص التاني من بطولة أحمد أمين، والمسلسل رقم 16 معانا مسلسل سوا سوا من بطولة أحمد مالك وهدى المفتي، ومسلسل رقم 17 مسلسل المتر سمير من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتة، ومسلسل رقم 18 وأول تجربة بطولة مطلقة لأحمد رمزي في مسلسل فخر الدلتا، والمسلسل رقم 19 مسلسل مناعة من بطولة هند صبري وبيحكي عن فترة الثمانينيات، والمسلسل رقم 20 مسلسل أب ولكن من بطولة النجم محمد فراج، ومسلسل رقم 21 مسلسل كلهم بيحبوا مودي من بطولة النجم ياسر جلال، ومسلسل ال 22 مسلسل إثبات نسب من بطولة النجمة درة، وكده تبقى مشاركة في مسلسلين علي كلاي وإثبات نسب. ونخش على رقم 23 بمسلسل عرض وطلب من بطولة سلمى أبو ضيف وعلي صبحي، والمسلسل رقم 24 مسلسل حكاية نرجس من بطولة ريهام عبد الغفور، ورقم 25 مسلسل اتنين غيرنا من بطولة النجمة دينا الشربيني وآسر ياسين، ورقم 26 مسلسل اسأل روحك من بطولة النجم أحمد فهمي وياسمين رئيس، ومسلسل رقم 27 مسلسل توابع من بطولة النجمة القديرة الموهوبة ريهام حجاج. دي تقريبا السنة الثالثة على التوالي انها تاخد بطولة مطلقة، ودي من اكتر الحاجات اللي تخليك تقول سبحان الله. ومسلسل رقم 28 مسلسل بابا وماما جيران من بطولة احمد داوود وميرنا جميل، ومسلسل رقم 29 مسلسل على قد الحب من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة. ونخش على المسلسل ال30 وهو كان يا مكان من بطولة ماجد الكدواني ويسرا اللوزي، ورقم 31 مسلسل بيبو من بطولة كزبرة اللي هو احمد بحر وسيد رجب، ورقم 32 مسلسل حد اقصى من بطولة روجينا، ورقم 33 مسلسل نون النسوة من بطولة مي كساب، ورقم 34 مسلسل اللون الازرق من بطولة النجم احمد رزق، والمسلسل رقم 35 مسلسل قطر صغنطوط من بطولة محمد رجب، ويا ريت يفاجئنا بحاجة جامدة عشان مسلسل الحلنجي كان حاجة يعني لا توصف، ومسلسل رقم 36 مسلسل السوق الحرة انا مش عارف ده ايه بس هو من بطولة محمد ثروت، ومسلسل رقم 37 مسلسل زوج اسود من بطولة رانيا يوسف وبرضه نقول سبحان الله، ورقم 38 مسلسل المصيدة من بطولة حنان مطاوع، والصراحة حنان مطاوع ساعات بتعمل مسلسلات قصتها حلوة، والمسلسل الأخير رقم 39 مسلسل السرايا الصفراء وده نحط عليه علامة استفهام كبيرة من بطولة عمرو عبد الجليل. وبس كده قلنا معظم مسلسلات رمضان 2026، وطبعا مش عايزين كتر المسلسلات اللي هنا عن ذكر الله والعبادة عشان هو شهر في السنة الواحد بيحاول يقرب فيه من ربنا. وكده يكون خلص فيديو النهارده، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وسلام. رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله غنوا له أهلا رمضان رمضان جانا قولوا مع